عسلامة، شنو حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم الوصفة متاعنا من يارديس تونسي. عملت زوز انواع، واحد بالبيستاش وواحد بالنوات كوكو، خاطر انا من محبين نوات كوكو، قلت علاش ليه ما نجربش بالنوات كوكو. الوصفة سهلة برشا، فيها شوية مراحل ولازمها شوية توسيع بال، اما ماهيش صعيبة بالكل. وما شاء الله كونتيتي يعني صغيرة من الفاكهة، تجم تجيب لنا كونتيتي باهية من المنيارديز. شوفوا لي كالزين وكالبنة قد ما نقول لكم جاو بنين وشوية. أول حاجة تو باش نبداو متاع البيستاش. ناخذوا 110 جرامات سكر الفلورنتان، هذايا سكر متاع منيارديز، وعندي 90 جرام بودر متاع بيستاش. السكر هذا ما نجموش نعوضوه باي نوع متاع سكر، نجمو نخدمو كان بالسكر فلورنتان. غذيت القالب هذايا، تنجموا تاخذوا اي نوع متاع قالب تحبوا انتم. المفيد ما يبداش كبير برشا، خاطر كعبه المنيارديز تجي صغرونه ما تجيش كبيره. ونبدا نعبي القالب نتاعي كيف ما تراو، باش نحط كونتيتي باهيه، وبعد بيان سور باش نرصو ونزيدو. انا هذايا المول نتاعي عالي، يعني مانيش باش نقببهم بالكدا بالكدا. لهنا بعد ما حطيت سيبون بديت نرص فيهم بشويه بشويه، وباش نكمل الفراغ هذاك نكمل نعبيه كيف ما قلت لكم. مانيش باش نقبب المول بالكدا برشا، على خاطر ديجا هي الفورمه عاليه بالكدا. توا نزيد الكونتيتي هذيك ونرتبهم، وبعد ندخلهم يطيبوا في الفور. لهنا غذيت السباتول نتاعي وبديت نعبي في اللي قعدوا الكعبات اللي قعدوا، ونرتبهم بالكدا ونشوفهم اسكو يزيدوا يستحقوا اكثر بودر وسكر والا لا. لهنا سي بون باش ندخلهم للفور. حطيتهم حكايه 14 دقيقه على 150 درجه. لهنا الحشو نتاع البيستاش عندي شويه كريب دونتيل وشويه البخاليني بيستاش. عملته وحدي البخاليني سبق وحضرته معاكم برشا مرات. لهنا بعد ما طابوا سي بون نخرجوهم من الفور وننزلوا عليهم باي حاجه عندنا هكايا باش نعملوا حفره في الوسط باش نجموا نحطوا الحشو. تو نتنقلوا للبارتي الثانيه اللي هي بالنوات كوكو. عندي 50 جرام لوز و70 جرام نوات كوكو، وعليهم 130 جرام سكر فلورنتان. نخلطوهم مليح مع بعضهم، وباش ناخذوا توا القالب اللي باش نخدموا فيه. انا اخترت قالب اخر فورمه اصغر موش عالي برشا، وباش نبدا نحط الحشو نتاعي في القالب وباش ندخلهم يطيبوا. الطياب متاع المنيارديز انتم والسخانه متاع الفور. انا حطيتهم على 150 درجه خاطر الفور يسخون كيف ما سبق ديما نقول لكم. خليتهم حكايه ما بين 13 و 14 دقيقه، هاكا انتم عينكم ميزانكم. لهنا الفورمه هذه باش نقببها بالكدا، باش بعد نلقى كيفاش لهنا كيف ما تراو فيها ديجا قاعده نرص فيها، وبعد نزيد نحط فوقهم شويه اخر من الخليط متاع السكر والفاكهه، باش بعد نجم ننزل عليها ونعمل حفرة باش نحطوا الحشو. كيف ما تراو فيها ننظمهم بالكدا، وبعد ندخلهم يطيبوا كيف ما قلت لكم قبيلي على 150 درجة حكاية 14 دقيقة. لهنا قببناهم بالكدا وباش نحطهم يطيبوا في الفور. وتنقلت باش نحي من المول الكعب نتاع البيستاش، خرجتهم لازم نخليهم يبردوا كومبليتمون قبل ما نمسوهم. لهنا بنفس الطريقه ننزلوا عليهم في الوسط اللي بالنوات كوكو باش يخليوا لنا حفره باش نجموا نحطوا فيهم الحشو. توا غذيت 100 جرام شوكولا بلون باش نذوبوها. اول حاجه لازمنا نوصلوها ما بين 40 و 45 درجه مش اكثر، وبعد نهبطوها ما بين 23 و 25 دوغري، وبعد نعاودوا نطلعوها ما بين 27 و 29 دوغري. المرحله هذه تسمى تومبيراج، باش تجينا بعد كعبه الشوكولاته تطلق ومزيانه برشا وما تذوبلناش في يدينا. بعد ما عملنا المرحله هذه غذيت القالب هذايا وحطيت فيه الشوكولا باش نعمل بيه قوالب شوكولاته صغير باش نزين بيهم المنيارديز اللي بالنوات كوكو واللوز. نحطوا الكونتيتي نتاع الشوكولاته ونطلعوها شويه من الجناب ونحيو الزايد. هذه الحشو غذيت شويه كريب دونتيل وشويه نوات كوكو،
وباش نزيدوا عليهم شوكولا بلون وشويه زيت، خاطر انا ما تصورتليش اللقطه باش يقعد لنا الخليط الطري. وبعد نحطوه في وسط الشوكولا هذيك بعد ما بردت، نخليوها تبرد البارتي الاولى نخليوها تبرد، ونحطوا شويه حشو في القالب، وبعد باش نحطوا فوقهم باش نسكروها بالشوكولا بلون اللي سبق وذوبتها. وكيف ما يعني حكيت لكم قبيله على الطومبيراج، مرحله مهمه جدا، ونسكروهم ونخليهم يبردوا باش بعد نزينوا بيهم كعب المينيارديز متاع نواه كوكو. لهنا بعد ما كملنا نحيت الكعب متاع المينيارديز اللي بنواه كوكو وحكيتهم شويه في الستايه باش يوليو الكل قد بعضهم، وغذيت بنفس الحشو اللي حطيته في الشوكولا في قوالب الشوكولا. حشيت به المينيارديز هذايا الابيض. نحطوا الكونتيتي مش كبيره برشا مش صغيره باش تجي لازمنا تكون الكعبه مرتوبه. نرتبهم بالكدا وبعد باش نكملوا الزينه مع بعضنا. لهنا الشوكولاته متاعي سي بون بردت وشدت روحها ما شاء الله جات روعه. ناخذوا كعبه الشوكولاته الصغيره ونحطوها فوق كعبه المينيارديز. ريتو كي تبدا الشوكولا طومبيغي تبدا بعد جينا كعبه تلق وما تذوبلناش كي نبداو نمسوا فيها بيدينا، تولي الشوكولاته شاده روحها بالكدا بالكدا. لهنا غذيت ليكوك نتاع البيستاش وخلطت الحشو اللي حضرته، ونملاو الفراغ الحفره اللي في الوسط هذيك، وباش نخليهم على فرد جنب باش بعد نزينوهم بالبيستاش. الحشو انتم احرار تجمو تعملوا بخلينات، تجمو تعملوا شوكولا كيف ما تحبوا. لهنا غديت مغرفه جلوكوز ومغرفه ماء، سخنتهم شويه وباش نحط كونتيتي نتاع بيستاش كونكاسي باش نزين به المينيارديز نتاع الفستق. الزينه انتم احرار تجمو تحطوا بيستاش، تجمو تحطوا فاكهه اخرى كيف ما تحبوا انتم، تجمو تحطوا شوكولا نوار، شوكولا بلون، تجمو تعملوا زاد من داخل كروكون بالفرامبواز. انا حبيت الكل اللي تبدا كعبه بيستاش من داخل ومن برا، والزينه راجعه عليكم انتم. هذه الكعبه بعد ما كملتها جات ياسر مزيانه، من داخلها هكا شويه كروكون بيستاش. والكروكون بيستاش تنجموا تعملوه وحدكم في الدار، مش لازم تشريوه من الشارع، خاطر صدقوني بكونتيتي صغيره تنجموا تعملوا كونتيتي ما شاء الله. هذوما كعب المينيارديز نتاعي البيض اللي بنواه كوكو سي بون. توا غذيت نفس الطريقة، شوية جلوكوز وماء وحطيت فيهم شوية لوز كونكاسي أبيض وخلطتهم، وش نبدا الجناب هذوكم الفارغين متاع كعبة المينيارديز باش نملاهم باش يولي المنظر متاعهم مزيان برشا. هي المرحلة هذية لازمها شوية توسيع بال، على خاطر كيف تعرفوا الجلوكوز يتلصق في اليد وكل يقلق شوية يعني في الحطان. شوية توسيع بال باش تجينا كعبة مزيانة ومحلاها. لهنا عندي شوية فوي دور حطيتها فوق الكوك متاع الشوكولا. انتم كيف ما قلت لكم احرار في الزينة، تجموا تختاروا اي حشو واي زينة اخرى من برا. انا حبيت نوريكم الطريقة هذه اللي عملت بيها. انتم من داخل تجموا تحطوا في وسط الشوكولا، تجموا تحطوا كراميل، تجموا تحطوا معجون، تجموا تحطوا لي بات براليني. انا حبيت الجو تاعها يجي الكل نواه كوكو كيف الشوكولا رافاييلو. وهذه كانت روساتنا لليوم، روسات المينيارديز التونسي بالنواه كوكو بالبيستاش. تجموا تستعملوا اي فاكهه اخرى كيف ما قلت لكم، جاو ياسر مزيانين. كان عجبتكم الفيديو ما تنسوش باش تبارطاجيوها مع احبابكم واصحابكم، بيان سور باش تخليوا لي لايك وكومنتير. توا نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بالف خير.